دلوقتي هعلمكم ازاي تعملوا السكر ايسنج. هنحتاج معلقة طعام، شوكة. المعلقة عشان هنستخدمها في مقادير السكر لبن البودرة والسكر البودرة اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. وهنحتاج كوباية مية، وهنحتاج وعاء عشان نخلط فيه. اول حاجة هنبتدي السكر ايسنج ده بيتحط على اي حاجة انتوا عايزينها، يعني مثلا بلح الشام، او عندكم مثلا حاجة بسكر بقرفة عايزين تحطوا عليها حاجة مسكرة، الصوص مسكر. السكر بودرة بتاخدوا مقدار 10 لواحد لبن بودرة، بمعنى لو 10 معالق سكر بودرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 معالق سكر بودرة، وهحط معلقة واحدة لبن بودرة. جميل. او على حسب انت بتحب اللبن قد ايه، يعني مثلا انا بحبه زيادة، ممكن احط معلقتين بدل معلقة واحدة. واروح قافل كل حاجة، واجيب المية بتاعتي، احط حبة صغيرين، حبة صغيرين دول عشان اخلط بيهم، واجيب الشوكة اخلط بيها. زي ما انتوا شايفين هي هتحسوا انها عجنت معاكم، بس شوية بشوية هيبقى صوص. اول ما تلاقوه تقل منكم حاولوا تزودوا حبة مية، بس حبة مية صغيرين، ما تزودوش كتير عشان ما يبقاش سايب. طبعا انتوا هتسألوا انا ليه استخدمت شوكة وما استخدمتش مضرب بيض او مضرب حاجة تانية. المضرب البيض هيستهلك كمية كبيرة من اللي انتوا عملتوها، يعني وهتضطروا ان انتوا ترموها في الحوض. طب ليه؟ الشوكة هتستهلك حبة صغيرين جدا وهتخلط بنفس الكفاءة واحسن كمان. كده الصوص بتاعي تقريبا بقى القوام بتاعه كويس، او ازود نقطة مية صغيرة. زي ما انتوا شايفين انا استهلكت اقل من ربع الكوباية. هحاول اخلط كل المكونات كده الصوص يكون خلص، بس هحتاج ان انا اعبيه في حاجة. فهجيب مثلا بتاعة مستردة او بتاعة كاتشب تكون فاضية واحطها جواه. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه متماسك. ده انا عايز اقول لكم انتوا هتحبوا طعمه لدرجة ان انتوا ممكن يعني تاكلوه زي ما هو، ومفيد جدا. بس الناس اللي عندها السكر بقى يعني بلاش تاكله، عشان يعني اهلهم ما يدوش علينا يعني. خلاص حطيت الصوص بتاعي، اغطي. عايزين نجرب بقى، ثانية واحدة. هنجيب لقمة القاضي، نحط عليه الصوص اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده، وادوقه. ثانية واحدة. لا حلو، هيعجبكم صدقوني. ان شاء الله في الحلقات الجايه بعمل لكم ازاي تعملوا لقمه القاضي. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب فوق هنا في الحته دي بالظبط، هتلاقوني حاططها. يلا مع السلامه.